بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا منزله. النهارده كده هنعمل الغدا مع بعض. طبعا بقى الدنيا ساقعة وشتاء، فقلت كده نعمل ايه، محشي و ندلع بقى نفسنا. الدنيا برد يبقى محشي، يا محشي يا عدس. فالنهارده هنعمل ايه؟ محشي. معايا كده صينية حطيت فيها سمنة وزيت، ونزلت كده ببصل مبشور مع قرن فلفل حامي كده، وهديله تشويحة عشان نعمل تسبيكة المحشي. طبعا عملتها معاكم قبل كده كتير، فقلت ايه اشاركها معاكم النهاردة كده علشان يبقى المحشي كده من اوله. فبعد ما اخدت التشويحة كده ونزلت كده بشوية صلصة كده كانوا باقيين عندي من طبيخ قبلها، ونزلت كده بكيس صلصة كده من الفريزر. احط لها كده شويه من الميه علشان بس إيه تلحلحها كده بس. وحطيت مكعب مرق. حط بقى ملح وفلفل وشويه من الكمون، وكمان معلقه كده من الصلصه الجاهزه علشان يطلع كده المحشي بتاعنا احمر كده وحلو، والتسبيكه بتاعته مظبوطه. طبعا الايام دي الطماطم كده الحقي بقى فرزيلك شويه طماطم كده قبل رمضان، علشان في رمضان بتغلى خالص الطماطم. ف حاولي بقى تسبكي لك كده شويه طماطم تحطهم في الفريزر، وتعملي بقى شويه تفريزات كده حلوين لرمضان يسهلوا عليكي الدنيا. طبعا كمان الليمون بيغلى كمان في رمضان، فبرضو حاولي تفرزيه، بيبقى حلو جدا في الفريزر. بتحطيه كده بحاله، ولما تعوزي تاخدي واحده ولا اتنين بتطلعيهم كده تحطيهم في شويه ميه دافيين وبيفكوا معاكي وبيبقوا زي الفل. فرمت كده الخضرة بتاعة المحشي في الكبة ونزلت بيها كده، وهديها تقليبتين كده، وكانت خلاص الطماطم او التسبيكة بتاعة المحشي اتسبكت زي ما انتوا شايفين. عايزة تعمليها ني في ني بتبقى حلوة جدا. ساعات انا ببقى مستعجلة كده وبعملها ني في ني فبتبقى زي الفل. خلصنا كده التسبيكة وركناها على جنب تبرد، وجبت كده حلة شوية من الزيت على شوية على قطعة من السمنة البلدي، و هدي كده اللحمة كده تشويحة. هنا معايا لحمة مقطعة كده مكعبات صغيرة علشان هعملها كباب حلة، بتبقى حلوة جدا كده بالبصلة وطعمها بيبقى حلو جدا. ف هفضل كده اشوح فيها لحد ما تغير لونها، وبعد كده هنزل عليها بالبصل. طبعا اللحمة بالبصل بتبقى البصل اكتر من اللحمة، فكل ما يبقى البصل بتاعها كتير بتبقى حلوة كده. وممكن تغمسيها كده بعيش بقى، تاكليها بعيش بتبقى حلوة جدا. بس انا بصراحة كانت مطلوبة مني اليوم ده مع المحشي. هي ملهاش علاقة بالمحشي، بس كانت مطلوبة يعني، كان حد عايزها فعملتها. فهديها بقى كده تشويحة مع البصل. البصل طبعا مقطعه جوانح زي ما انتوا شايفين، واحط كده قطعة من الفلفل الحامي كده برضو بتديها تست حلو جدا. احط لها بقى الملح والفلفل وشويه من القرفه، شويه من جوز الطيب وبهارات لحمه، بتبقى ريحتها تحفه تحفه. بحب اعملها بقى جنب مكرونه، جنب رز اصفر. ناكلها بعيش كده بتبقى حلوه جدا. هديها بقى كده تقليبه، وهحط لها كده شويه من الميه تستوي فيهم. وكل ما تشرب الميه بتاعتها بحط لها ميه تانية لحد ما تستوي معايا. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تشرب المية بتاعتها. احط لها بقى شوية كده، كل ما تشرب احط لها شوية بشوية لحد ما تستوي تبقى كده زبدة. بس كده. عايزة بقى تحط لها يعني مكعبات بطاطس براحتك. هنا بقى كان عندي ممبار كده بنضفه، وهنا كانت فراخ نقعاها وعامله لها التتبيله كده جنبها كده في الكبه لحد ما اشطفها كده واتبلها. والممبار هنا طبعا انتوا عارفين غلبة الممبار وتنظيفه. وكنت جايبة كده كرنباية صغيرة بسلقها جنبي برضو. وكان هنا شوية كده من ورق العنب، كل واحد بقى عايز طلب فبعمله له. هنا كده كنت بسخن مية للكرنب عشان اسلقه. و اللحمة شغالة معايا كده على عين، وكل يعني كل العيون كده شغالة، وايدينا كده في كل حاجة واحنا واقفين عشان نخلص بسرعة. هنا كنت فرمة كده بصلة وطماطماية وقرن فلفل كده في الكبة هتبل بيها الفراخ. فقلت احط لها كده اتبلها واركنها على جنب لحد ما ادخلها الفرن. حطيت ملح وفلفل وشوية من الخل وشوية من الزيت وعصرة ليمونة،
وبهارات فراخ وشوية من القرفة. تتبيلة كده بسيطة وسريعة وتبقى حلوة جدا. هحط لها بقى كمان شوية من الرز الميري كده، بتبقى حلوة جدا بالرز الميري، ومعلقة من الصلصة، وهتبل كده الفراخ وهركنها على جنب كده يجي ساعة، وبعد كده هشغل يعني احطها على عين البوتاجاز تاخد غلوتين، وبعد كده هنزلها تحت الشواية. بس كده كله على السريع كده. قلت ايه, احط الحاجات اللي عايزة تتحط على النار لحد ما اروح احشي بقى كده المحشي. وكان عندي شوربة طبعا للمحشي، فاحنا النهارده عاملين نواشف فما فيش شوربة، فانا كان عندي كيس شوربة للمحشي فقلت اطلعها برضو و اسقي بيها المحشي. طبعا اي شوربة بقى اليومين دول تشيليها في الفريزر، عشان لو عاملة محشي ولا حاجة وانتي عاملة جنب المحشي نواشف، تلاقي شوربة تسقي بيها المحشي، او ممكن تعملي محشي من غير اي حاجة اي لحوم، فتبقى الشوربة عندك في الفريزر. كل حاجة بتنفع بصراحة. فطلعت كيس كده، وعملنا النهارده كده فراخ مشوية، وزي ما قلت لكم اللحمة اللي بالبصل. كل واحد بقى طلب حاجة فعملتها له بصراحة. فعملت كده. دي كانت فراخ كده عندي، يعني مش فرخة كاملة، فقلت اعملها بقى كده مشوية برضو جنب الاكل مع اللحم. بس كده تبلتها بقى التتبيلة دي طبعا بسيطة كده، بس بتبقى ريحتها حلوة جدا. هرصها كده في الصينية وهسيبها بقى شوية على جنب، وبعد كده هولع عليها على البوتاجاز تاخد غلوتين، وبعد كده هنزلها تحت الشواية تاخد لون. بس كده كله على السريع وزي الفل اهو. حطيتها كده زي ما انتوا شايفين على عين البوتاجاز، و هغطيها كده واحط لها نص كوبايه ميه كده. هي كده نزلت الميه بتاعتها، هبدا بقى احط لها نص كوبايه ميه وهسيبها بقى تستوي. هي مش هتاخد يعني سواء كتير. وهنا كانت اللحمه خلاص استوت كده زي ما انتوا شايفين. وهنا كمان كنت حشيت المحشي خلاص، و عملت كده دور ممبار، وده دور تاني كده هحطه كده زي ما انتوا شايفين. و كله كده كله كده ورا بعضه كده سريع كده في السريع اهو. هطلع بقى كده الممبار وهبدأ كده على طول احمر. وكان المحشي خلاص بيتشرب كده، بحمر كده الممبار. وكان كمان المحشي اهو بدأ يستوي خلاص. احط له كده قطعة من السمنة البلدي فوق. وكان كده الاكل كمان خلاص معانا اهو المحشي. حشيت كمان قرنين من الفلفل والورق العنب والكرنب وادي الممبار واللحمه حطيت بقى لحمه وفراخ على قد اللي هياكل، لان بقيت الولاد كانوا في الدرس. وهناكل كده والحمد لله كده. اتفضلوا معانا حاجه كده بسيطه وفي البرد اللي احنا فيه ده. فبعد كده لما كلنا والحمد لله، قمت بقى كده عملت لهم كده شويه رز بلبن. انا كنت هنا نقع شويه رز كده وسلقاهم في ميه ولبن قبل ما يعني ساعة الغدا. فسبتهم كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اعمل لهم اللبن بتاعهم كده، واعمل لهم شوية رز بلبن كده عشان السهرة. يبقى كده اكلوا وحلوا بقى يعني كده الحمد لله. فحطيت كده السكر حسب الرغبة، وكمان النشا بحط معلقتين كده بس، ورشة من الفانيليا، كله كده على البارد. وبعد كده بقلبها كويس واحطها بقى على النار، ارفعها على النار. هنا كده كان معايا معلقتين كده قشطة من وش اللبن، احطهم كمان عشان يديها كده تعزز كده الطعم. بس كده هديله كده تقليبه، مفيش اسهل من كده طبعا. وطبعا الشتا عايز يعني تعملي الغدا وجنبه على طول حاجه حلوه، ما ينفعش غدا كده لوحده بصراحه. يعني طول ما انتي قاعده كده عايزه تاكلي حاجه حلوه بقى، اي حاجه تسليكي كده. فنزلت كده باللبن على الرز. انا عامله هنا يعني كوبايه الا ربع كده رز على كيلو لبن، ما كترتش. فهبدأ بقى كده اقلب كده على النار لحد ما يربط معايا، وبعد كده يكون خلاص معايا. الرز بلبن بقى عايزه تحطي له كريم شانتيه بيبقى حلو جدا. وكان عندي كريم شانتيه بس نسيت خالص. وكمان بحب احط له قطعه من السمنه البلدي كده، بتبقى حلوه جدا، بتدي طعم كده وريحه للرز بلبن حلو جدا.
فاول كده ما يبدأ يتقل معايا كده بحط له قطعة من السمنة البلدي. وفي ناس كتير مش بتعرف الحتة دي او مش بتحب، بس احنا بنحبه بصراحة كده. بيبقى طعمه كده وريحته جميلة ودسم كده ما شاء الله، بيبقى طعمه مميز يعني. فهحط له قطعة كده، وهي بتبقى قطعة يعني صغيرة مش كتيرة اهي. وهبدأ كده اقلب لحد ما تدوب كده في الرز بلبن. وبيبقى كده احلى رز بلبن بقى تاكليه كده وهو دافي بصراحة. احنا بنحطه كده على الرخامة، نروح ونيجي عليه بقى مش بندخله التلاجة. احنا كمان في البرد ده بيتاكل كده هو دافي، بيبقى حلو جدا. عندك بقى مكسرات حطي بقى واللي انت عايزاه. كده كان الفيديو النهاردة بتاعنا حاجة كده بسيطة وعلى السريع، حبيت اشارك معاكم الفيديو كده حاجة بسيطة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.